ده عامل زي صفحة الكتاب. يعني احنا صفحة بيضة كده مقسومة نصين. هنا في الحاجات الحلوة الجميلة اللي انت بتعملها في حياتك، وهنا في الحاجات الوحشة. الإنسان عنده حسنات وعنده إيه؟ عنده سيئات. هل هناك إنسان عنده حسنات فقط؟ هل في إنسان على وجه هذه الأرض عنده حسنات فقط؟ لا يوجد. كل بني آدم خطاء. ده حديث. كل، يعني إيه كل؟ يقول لك حتى خطاء دي فيها صيغة مبالغة. فقال لك خطاء دي يعني إيه؟ يعني كلنا خطائين. فأنت بقى ما تجيش تقول لي أصل فلان وأصل علان وأنا عندي لا لا خالص، كل بني آدم خطاء. عشان كده في حسنات وفي إيه؟ في سيئات. أنت لازم تقبل إن أنت الاتنين. طيب لو قررت إن أنا حلو بس، هنقول عليك نرجسي وشايف نفسك ومغرور ومتعالي وليه مش بتتعامل على ان انت بني ادم زينا؟ طيب لو قررت ان انت شايف نفسك ان انت الوحش بس، يعني انت الصفحة دي بقى انت الصفحة الوحشة بس، هتكتئب وهتزعل وهتستحقر نفسك وتقديرك لذاتك هيقل وهتقبل قلة القيمة وقلة واختراق الحدود واي حاجة ممكن تصدر من اللي قدامك، لان انت شايف نفسك ان انت ايه؟ ان انت قليل. فاذا ان الانسان يتمسك بصفحة وينكر التانية، ده بيؤدي الى اللا سواء. انت كده انسان غير سوي، سواء اذا كنت مغرور او سواء اذا ان انت دنيت من نفسك وشفت نفسك ادنى من الاخرين. انت انسان غير سوي، لان الانسان السوي هو الانسان الرحيم بنفسه. فاذا انت الاثنين لازم تتقبل ان انت الاثنين، انا ليا وعلي. يعني انا فيا الحلو وفيا الوحش، انت الاثنين. فاذا جزء من التصالح مع النفس هو ان انا اتصالح ان انا فيا الحلو وفيا الوحش.